هذا الحديث مهم جدا. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. شرح هذا البيت بالبردة الشريفة ببيت واحد: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، طالما أنك لم تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام أي شيء مما ادعته النصارى أو مما افتراه اليهود على عزير، نفس الشيء، فلا مانع من مدحه صلى الله عليه وسلم ووصفه بأي صفات مدح، وكل شيء ستصفه للنبي صلى الله عليه وسلم هو موجود فيه. بإيش بتصفه؟ بالكرم، بالجود، بالشجاعة، برفعة القدر، بعلو قدره عند الله، بمنزلته بين الناس، بأدبه مع الناس. هل في شيء من هذه الصفات يخرج عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه أبدا. طالما أنك لم تصفه بشيء مما افترته النصارى أو اليهود على أنبيائهم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم. إذن لا تطروني، أي لا تبالغوا في الثناء علي إلى حد فيه كذب. في الثناء فيه كذب، ليس كما فهمه البعض اليوم أنه لا تبالغ في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فنسفوا كثيرا من القصائد وعطلوا كثيرا من أبيات البردة وغيرها. ليس هذا المقصود يا جماعة. انظروا إلى فهم الأكابر. هذا سيدنا الملا علي القاري يقول رحمه الله تعالى: أي لا تطروني إلى حد يقع الكذب في الثناء، لا تجاوز الحد في مدحي بأن تنسبوا إلي ما لا يجوز في وصفي. تمام؟ كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، زعموا أنه ابن الله تبارك وتعالى. إنما أنا عبد، أي من عبيد ربي، فقولوا عبد الله ورسوله.